لو لسه بتلاقي ياقة القميص دايما مش نضيفه معاك ودايما لونها اصفر حتى بعد الغسيل ومش عارف تنضفها ازاي، في الفيديو ده هقول لك على طريقه سحريه لتنظيفها. كل اللي عليك تصلي على النبي وتكمل معايا الفيديو للاخر. زي ما انتم شايفين دي ياقة قميص عليها تراكم اتساخات ولونها اصفر بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وعلى فكره الموضوع ملوش علاقه خالص بالنظافه الشخصيه قد ما هو ان في ناس كتير ما بتعرفش طريقه التنظيف ازاي. عشان كده قررت اعمل الفيديو ده واقول لكم على اسهل طريقه لتنظيف ياقة القمصان بطريقه سهله جدا. كل اللي هنحتاجه علبه صغيره فاضيه وهتحطوا فيها المكونات اللي هقول لكم عليها دي. اول حاجه هنحتاجها ميه سخنه تكون درجه الحراره بتاعتها من 30 ل 40 درجه مئويه، وهنفضي بس شويه قد كوبايه. بعد كده هنجيب عندنا اي نوع كلوركس الوان احنا بنستخدمه عندنا في البيت وهنفضي منه زي نص كوبايه. بعد كده هنفضي عليهم ربع كوبايه خل، اي خل طعام برضو احنا بنستخدمه عندنا في البيت. بعد كده هنعصر عليهم نص ليمونه وده هيساعدنا بنسبه كبيره انه يخلصنا من الصفار اللي بيكون موجود في الياقات نتيجه العرق. اخر حاجه معانا هنختار حاجه من الاثنين، يا اما نستخدم معجون اسنان يا اما نستخدم كربونات الصوديوم او صودا الخبز او كربوناته زي ما بتقولوا عليه. انا هنا هختار معجون الاسنان وهنحط على الخلطه اللي احنا عملناها ديت حته صغيره، وطبعا الخلطه اللي احنا عملناها ديت تكفي معاكم اكتر من قميص مش قميص واحد بس. هنقلبهم بقى في بعض كويس وكده بقى معاكم اقوى خلطه هتقدروا تنضفوا بيها ياقات القمصان بكل سهوله. ملحوظه بس للناس اللي بتغسل القمصان على ايديها، ياقه القميص ما بتتغسلش بالطريقه دي لانها بتبوظ حشو الياقه من جوه. الصح انها تندعك او تنفرج بالطريقه دي وبكده هتحافظوا عليها لمده اطول. وطبعا مهم جدا قبل ما تنضفوا ياقه القميص لازم تستخدموا فرشه ناعمه زي فرشه اسنان، ولو ما فيش ممكن تجيبوا سفنجه غسيل اطباق بالشكل ده وهتشتغلوا بالجزء الخشن بتاعها، ودي هتكون افضل في التنظيف وكمان امن على الياقه من انها تتجرح او تتقطع مننا. بعد كده هتبلوها من الخلطه ديت وهتيجوا عند اول حرف القميص وهتدعكوه بقى بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وهتلاحظوا في ساعتها الفرق ما بين الجزء اللي انتوا نضفتوه والجزء اللي لسه ما نضفتوهوش. وزي ما انتوا شايفين اكيد الفرق واضح قدامكم، الفرق ما بين الجزء اللي نضفناه والجزء التاني. في حاجه كمان عاوز اقول لكم عليها، ان في لايات قمصان هتنضف معاكم بكل سهوله، وفي لايات قمصان ممكن تحتاج مره واثنين وثلاثه عشان تقدر تنضف معاكم. ولو في لايقات الاتساخات اللي عليها قديمه او متراكمه او اتغسلت اكتر من مره، في الحاله دي ممكن نحط عليها خلطه من اللي احنا عملناها ديت ونسيبها لمده من 5 ل 10 دقائق. زي ما قلت لكم ان الخلطه اللي احنا عملناها ديت تكفي اكتر من قميص مش قميص واحد بس. لو هتعملوا القميص واحد اكيد هتعملوا على قد، بس لو عندكم اكتر من قميص او الموضوع ده بيتكرر معاكم دايما فساعتها ممكن تعملوا منه كميه كبيره وتحطوها عندكم في بخاخ ويكون جاهز معاكم في اي وقت تقدروا تنضفوا بيه في ساعتها. وزي ما انتم شايفين ياقة القميص اكيد الفرق واضح قبل وبعد التنظيف. بعد كده تقدروا بقى تحطوا القميص يتغسل على طول في الغساله، بس الافضل طبعا وده اللي بفضله ان اي بقعه احنا بننضفها لازم نشطفها الاول قبل ما نحطها تتغسل في الغساله، عشان لو لسه فاضل اثر للبقعه نقدر نعيدها تاني قبل ما قطعه الملابس كلها تتغسل. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله الفرق واضح جدا. ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك وشير عشان الفيديو يقدر يوصل لاكتر عدد من الناس تقدر تستفاد وناخد ثواب سوا.